في يوم واحد رجل جمع فلس على فلس، صار تزوج له مرة. المرة بنت أوادم وعندها أخلاق، بس الظرف صعب، هو إمكانيته تعبانة وهي إمكانيتها تعبانة، قاعدين هم ببيت تعبان. فالمرة صار عندها حمل. أول أسبوع قالت أبو فلان أنا حجي يمكن أنا حامل. الرجل قالها شوفي حياته بالفقر ما تراد، واحنا قاعدين بديرة ما بيها شغل. قال انا طالع اشوف رزقي، واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقها، انا طالع ادور. قالت له ابو فلان ايش قد ترجع؟ قال والله بيد الله. قالت له خلينا نحدد لنا رقم. قالها قولي 20 سنة. قالت له 20 سنة واي. قال بعد هذا لا اقدر له، انا طالع اشتغل، يجوز الحق بسنتين بثلاثة. ابن العم اذا عبرت ال20 سنة انا شنو دوري؟ قالها انت طالق اذا عبرت ال20 سنة، 20 سنة ويوم روح شوف لك واحد غيري. طلع الزلمة عم العلاقته ومشي. اختصر راح بلدة 2 3 فد محافظة محافظتين، دولة دولتين، هسه ما ادري، المهم سفر بعيد. لقى له واحد عنده طاحونة مال حنطة ومجرشة مال شلب وشي، كان كله شغل بالايد يدوي، وعرض عليه العمل اشتغل. امضى 20 سنة الا شهر. التفت له قال عمي صار 20 سنة انا وياك، وانا عفت عائلة، عفت زوجتي. قال له عم انا حبيتك مثل اولادي واتمنى تبقى عندي وما بدي افارقك، وهاي عشرة وعمر. قال له والله ما اقدر. قال ليش؟ قال له وعدت زوجتي 20 سنة ويوم تتطلق، وانت ما اتصور ترضى بهجمان بيتي. قال له عم انا ما اعتذر منك وجزاك الله خير وما قصرت، وهاي 3 دنانير ذهب او 3 ليرات ذهب، هاي اجرتك مال 20 سنة. كانت يعني فد مبلغ. هو حط غريضاته بجيبه وطلع الزلمة. راجع بعد 20 سنة يريد يروح لزوجته بالدرب. صار رفج الدرب، شاف شايب وولد 2 يتمشون، واحد سمى الثاني، صارت الدرب يريد يخلصوه، لازم وقت ما يخلص سوالف كذا. فبالطريق هذا الابو الشايب ساكت. الشاب سأل الولد 2 قال لهم هذا ابوكم شو ما يحكي؟ قالوا هذا ابونا ابدا ما يتكلم، كلامه بفلوس. قال لهم عجيب ليش كلامه بفلوس؟ قال لهم هذا ابونا يعرف لغة الطير. لغة الطير بس المعصومين يعرفوها. الامام الصادق يقول علمنا منطق الطير. ابونا يعرف لغة الطير، ومن يريد يتكلم بفلوس. قال ليش؟ قال لهم كلامه كله حكم، ما يسولف شيء فارغ هوا الصفط يعني تنظر ماكو. وبابا بجيبه 3 دنانير، مد يد الواحد من قال خل اشوف ايش يسولف. يجي شو يسوي؟ الطاوة الدينار. قال له ها حجي تحكي ما تحكي؟ قال ايه. قال له شو تقول؟ قال له اقول اذا مررت بشاطئ ورأيت هذا الخورة اللي يسمونه الخورة، ورأيت الخطر قف حتى يقف الخطر. قال يا والله حكمة هاي، شنو يوقف حتى يوقف؟ ادري بيه لا اكو خورة موجودة بالشط ما حد يطوب. يلا قال خلي اشوف بلكي تطلع الثانية بيها حظ، مد يد الجبطة الثاني. قال له حيثما رأيت الغراب ينعق ويحوم في مكان قف لتعرف شيء. اذا شفت الطيور متجمعة وتفتر هالشكل اوقف حتى تعرف شكو. قال هاي بيها شوية اهون من الاولى، شوية بيها افيد. هسه انا دخلنا جيت نظيف انظف من الجنكوة، دخل اصير انظف من الجنكوة بعد مرة هاي من عندي، مد اذا جيبه طلع الدينار الثالث. قال عمي شو دخلهن وخلص لي، بس اعطيني الثالث شنو؟ قال له الثالث اذا قدمت، هنا شاهدي، اذا قدمت على فعل. طبعا اخوانا هاي الرواية من تراث جنوب افريقيا. دول الادب الاوروبي والافريقي كلش ادب مهم، بس احنا مو مهتمين بالثقافة، لان احنا تاريخنا منتهي. احنا لو ما تاريخنا منتهي كان عاجز علي بن ابي طالب حفظناها لاطفالنا عن ظهر قلب، ما ندري تهي المشيتين. هذا التاريخ جنوب افريقيا عندهم هاي الرواية. هسه هي حقيقية خرافية لكن هي منطقية وبيها درس. قال له هذا الدينار الثالث، قال له اذا قدمت على فعل وانت عصبي احسب من 1 ل 25. هاي
مشي زلمتنا، وصل الى نهر، شاف هاي الخورة تفتر، اجى واحد فارس راكب على ظهر جواد. الفارس راد يطب وين؟ للنهر. قال له اوقف، هاي الخورة تقتلك. ما سمع كلامه، جيت هو والحصان. راح هذا الفارس انبلع مات، الحصان هم اركس الى قوائمه، يعني الاجتافه، الى ان اول ما نزل الحصان راد يغرق وقفت الخورة. راح سحب الحصان، طلع يستفيد منه وركب عليه. مشى مسافة، شاف النسور تحوم الطيور تفتر، وقف اجي يختصر لك. نزل شاف اثنين باقي لهم بوقه جنطوا بها دنانير ذهب، ليرات ذهب، ومتعاركين ومطاحنين، وواحد قاتل الثاني وسلاحهم يمهم. اخذ الفلوس وخلى السلاح بجيبه وطلع. من طلع مختصر مفيد، وصل الى بيته. قال خل اشوف زوجتي من بعيد ايش جاي يسوي. اكو شباك عنده على شرفة البيت، اجي يم الشباك، فتح الشباك من بعيد، شاف له واحد شاب جمال وشكل حلو، والمرأة مفرعة وماخذ راحتها، والميز الطعام ممدود، وجاي ياكلون ويتسامرون. هو مد يده على سلاحه وقال هاي ملعونة الكذاب والشياطين، انا رحت منها، هي مخبز اللي ما فوقاي. صار يقرر يذبح. تذكر الحكمة مال الزلمة، قال له لا عصبي، قررت تسوي شيء احسب من الواحد لل25. بدا يحسب 1 2 3. شوي فتح الشباك، المرأة سمعها، سمع الولد يسولف ويا هاي المرأة، يقول لها يما باكر يصير الصبح وراح اروح ادور على ابوي بيادي القيه. شوف اخواني، لو كل واحد من عندنا قبل لا يسوي الخطوة يحسب من 1 لل25. هسه احنا ما نقول لك احسب من 1 لل25، اقرأ آية الكرسي. شوف سوء الظن وشيطنة نفس الانسان، نفسه وزته. قالت له هذا رفيجها، طلع ابنها. المهم فدخل وتعانق ورجع لبيت. مو هذا شاهدي، نفس الانسان هنا. المرض مرض النفس، المشكلة مشكلة النفس. الكارثة اللي تصير كارثة النفس. النفس هي التي تودي بالإنسان إلى الجهل. الجهل شنو هو؟ يعرفوه في علم الأصول، يقولون الجاهل هو الإنسان، أجلكم الله جميعا، هو الإنسان العابث بنفسه كما يعبث العدو بعدوه.